أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. من المسائل التي يكثر عنها الكلام في هذه المناسبة ويكثر فيها السؤال والنقاش عن مدة سجن الإمام الكاظم عليه السلام، ونجد هنالك تباين كبير بالأقوال بين الخطباء والباحثين في هذه المسألة، فنريد أن نتكلم عن هذه المسألة بشكل تفصيلي وتحقيقي. ولكن في البداية لابد أن نعترف ونقول بأن هذه المسألة مسألة خلافية بين المؤرخين وبين المحدثين، وكذلك هي من المسائل الصعبة التي يمكن للإنسان أن يجزم فيها لسبب واحد، وهو الاختلاف الروايات وتباين الروايات الموجودة أقوال المؤرخين والمحدثين والروايات. فمن الصعب جدا أنه الإنسان يخرج بلغة جزمية. نعم، يكون هنالك احتمال، هنالك ظن يميل إلى هذا الرأي، هذا شيء طبيعي. فنبين الآراء التي ذكرت مدة سجن الإمام الكاظم عليه السلام. والرأي الأول وهو المشهور بين المحدثين المتقدمين، يعني أمثال الشيخ الكليني والنجاشي والكشي وكذلك ابن داود، أيضا الحلي، ومجموعة من المؤرخين والمحدثين اللي كانوا في عصر الغيبة الصغرى أو ما بعد الغيبة الصغرى. هؤلاء اختاروا القول بسجن الإمام الكاظم عليه السلام مدة 4 سنين، وذكروها في كتاب الكافي وكتاب الكشي والنجاشي. وين ذكروا هذا الموضوع؟ عندما ترجموا إلى حياة علي بن يقطين ذكروا الإمام أبو الحسن الكاظم عليه السلام قالوا في الحبس، وبقي عليه السلام بعد موته في الحبس 4 سنين. وهذا ما أيضا قاله النجاشي، قال مات علي بن يقطين والإمام محبوس في سجن هارون بقي فيه 4 سنين. وكذلك المجلسي أيضا في بحار الأنوار، والكليني في كتاب الكافي قال سجن الإمام الكاظم عليه السلام سنة 179 وقبض سنة 183، يعني أيضا يكون 4 سنوات. وهذا هو المشهور بين مؤرخي الخاصة والعامة. وكذلك أيضا يوافقهم بهذا الرأي الشيخ عباس القمي في كتاب سفينة البحار أيضا. الرأي الثاني الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتاب عيون الأخبار أو عيون أخبار الرضا عليه السلام، عندما يذكر قصة سجن الإمام الكاظم عليه السلام، قال الراوي اللي هو الثوباني: كنت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام 10 سنة، وهذه 10 سنة يعني أكثر من 10 سنوات. وهذا الرأي أيضا يميل إليه ابن السبط الجوزي، في كتاب تذكرة الخواص، وما يذكر المدة، ولكن يقول سجن الإمام الكاظم عليه السلام سنة 170 وإلى أن مات أو استشهد سنة 188. وهذا يبين لك أنه المدة طويلة جدا، أكثر من 10 سنوات. وهنالك صنف من العلماء اختاروا القول بالمدة الطويلة من دون تحديد هذه المدة، أمثال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وكذلك الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، وكذلك الشيخ السبحاني في كتاب طبقات الفقهاء، وكذلك السيد الخامنئي في كتاب إنسان بعمر 250 سنة. هؤلاء اختاروا بأن سجن الإمام هو مدة طويلة.
طبعا هذا الاختلاف راجع إلى أنه هنالك أكثر من خليفة سجن الإمام الكاظم عليه السلام. يعني بس سجن البصرة هو سنة، وسجن بغداد 4 سنوات، وهنالك إقامة الجبرية أيضا فرضت على الإمام من انسجن لحد ما استشهد بعد ما رجع للمدينة المنورة. وكذلك خلفاء قبل هارون العباسي أيضا سجنوا الإمام الكاظم عليه السلام. فهذه الأقوال منهم من ذكر فقط سجن البصرة، يقول سجن سنة واحدة. منهم من يذكر مدة 4 سنوات أمثال النجاشي والكشي والكليني والمجلسي. هؤلاء لربما نظروا إلى مدة سجن الإمام في سجن هارون العباسي، ولم يذكروا السجون التي تعرض لها الإمام عليه السلام في زمن المنصور العباسي، وكذلك المهدي العباسي وزمن الهادي وغيرهم من خلفاء الجور. هؤلاء تعرضوا إلى الإمام إما بالسجن وإما بالإقامة الجبرية. وعليه نحن نميل إلى الرأي الذي يقول هو بالمدة الطويلة، اللي هو ما يقارب أكثر من 10 سنوات. إذا أحصينا هذه الأقوال بالدقة فستكون هنالك مدة طويلة اللي ذكرها الشيخ الطوسي والمفيد والسبحاني والسيد الخامنئي وغيرهم من المؤرخين، قالوا بأن مدة سجن الإمام هي مدة طويلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.